ونروح بعد كده للمركز ال17 للفيلم اللي ألهم فيلم هوليوود انسبشن، بابريكا. الفيلم الثاني لساتوشي كون في حلقة اليوم، والثالث في القايمة بعد بيرفكت بلو، اللي فيلم المركز ده يعتبر شبهه جدا من ناحية الرسومات، وكمان مليان عري وجنس زيه كده، فغير مناسب للمشاهدة العائلية. والفيلم النضيف منه هو فيلم هوليوود للعبقري كريستوفر نولان، انسبشن، اللي يعتبر الفيلم ده من أقوى أفلام كريستوفر نولان ومن أقوى الأفلام في التاريخ. تخيلوا الفيلم العظيم ده مستلهم من فيلم بابريكا، فيلم أنمي مظلوم ومنسي. وفيلم بابريكا متاخد من رواية بنفس الاسم وعرض في 2006، ويعتبر الفيلم الأخير أو القبل الأخير لساتوشي كون قبل ما يموت. والفيلم فاز ب6 جوائز وترشح ل5 جوائز غيرها، ومفيش حاجة مميزة في الجوائز ديت، ده غير انه عمل عوايد اقل من $1,000,000. عرفتوا ليه بقول عليه فيلم مظلوم؟ والفيلم ده اختلف عليه النقاد، في اللي بيقول انه من اعظم افلام الانيميشن على الاطلاق، وان الفكرة دي بالمشاهد الفوضوية اللي فيه ما ينفعش تتعمل غير رسوم متحركة، وفي نقاد قالوا بان الفوضى واللخبطة اللي في الفيلم قللت من حلاوته. بس الكل اشاد بفكرة الفيلم العبقرية واللي خلت الناس تبدأ تفكر في حوار الاحلام ده فعلا، بحيث ان الفيلم بيتكلم عن دكاترة عندهم جهاز بيعالج المرضى النفسيين عن طريق الدخول لأحلامهم، وفي دكتورة متمرسة بتدخل لأحلام المرضى بشخصية موازية هي اللي عملتها، بابريكا، بس هتعمل جلسات علاجية بشكل سري أو غير شرعي، وغالبا برضو الجهاز هيتسرق والدكاترة هيحاولوا يسترجعوه. هو الموضوع هيبقى فوضوي جدا وهيخرج عن السيطرة زي ما انتوا شايفين كده في المشاهد العجيبة دي، وغالبا هيختلط عالم الأحلام بالعالم الواقعي والدنيا هتتعك خالص. والفيلم متشابه جدا مع انسبشن في فكرة الأحلام وفي بعض المشاهد اللي فيه شبه كبير ما بينهم. وطبعا بابريكا عرض في 2006 وانسبشن في 2010، يعني انسبشن واخد من بابريكا، بس طبعا فيلم نولان أقوى مليون مرة من الأنمي، هو بس خد الفكرة وبعض المشاهد وعمل قصة أسطورية بدون شك. الحق يقال، ولا انتوا ايه رأيكم؟